في لاضات فيفا كان خصو يجي ما جاش. دابا نجيكم انا من الاخر وغنقول لكم بان البوعدي غيجي ليكيب ناسيونال. المعطى اللي عندي ما غنكشفوش، المصدر ما غنكشفوش حتى يعلن. عيوب بوعدي القناه منذ عام ونصف، وهي تقتفي او تتقفى وتتابع اثار هذا اللاعب، وكان لنا الكثير من الاخوان لمصادر مأذونه قريبه من الوالد ديالو عبروا لنا على التعاون ديالهم معنا منذ فتره. دائما اؤكد واجدد للجمهور بان اي معلومه نقدمها بشان ابناء المهجر، الوليدات ديالنا اللي كنقدروهم بالحس الوطني ديالهم، بالتتبع ديالهم، بالعشق ديالهم للفريق الوطني، كنجيبوها من المصادر المأهوله. وما خصناش نقولوا المصادر، لان الصحفي من كيكشف على المصدر ديالو يقول باي باي المهنه ما يكشفش. ولكن نعدكم ونلتزم امامكم بان اي معلومه عطيناها نتوخى فيها ومن خلالها الصدق، وهذه امانه على رقبتنا، وخاصه في هذه المواضيع ذات الحساسيه الكبيره. ومع الفرنس فوتبول ومع جميع الصحف المحليه ديال الليل كيقول لي بوعدي انا ما زلت لم اقرر. مؤخرا قال لي انا راه وليت كنسمع الصوت ديال العقل والصوت ديال القلب، راه غنوازي ما بين بجوج. السيد باقي في المنطقه الرماديه. مؤخرا في لاضات فيفا كان خصو يجي ما جاش. دابا نجيكم انا من الاخر وغنقول لكم بان البوعدي غيجي ليكيب ناسيونال. المعطى اللي عندي ما غنكشفوش، المصدر ما غنكشفوش حتى يعلن القرار اللي قلت لك القدر اللي قدر الله سبحانه وتعالى جا ليكيب ناسيونال. وغنقولوا لكم بحال اللي كنا عطيناكم السبق بان الطالبي غيجي ليكيب ناسيونال ماشي بلجيكا، بلال الخنوس ليكيب ناسيونال ماشي بلجيكا، وايضا ابراهيم دياز ليكيب ناسيونال ماشي لاسبان. نفس المصادر كنثيقوا فيها ونصدقوا الروايه، وكتقول لنا بان بوعدي با همو 18 عام، كيشوفوا الولد القيمه التسويقيه ديالهم حاليا 50 مليون دولار، كيشوفوا لا كارير ديالهم عالي. الدري شويه مزعزع، ماشي داك الشخصيه الكبيره القياديه السلام عليكم غنلعب مع ليكيب ناسيونال جريو طوالكم. ما بغاش يركب في هذا الباطو، وهذا من حقه. ولكن غنعطيكم شنو جرى مؤخرا بعد التعيين ديال السي محمد وهبي والقجاع. طلعوا وياه لفرنسا مباشره، مشاو تلاقاو مع بوعدي وتلاقاو مع ديوب. المصادر هذه كتاكد لنا هذا الشيء. وتلاقى القجاع ومحمد وهبي مع ديوب، قالوا له شوف عندنا الديفونس ها المشاكل اللي فيه، غتجي تجرب حظك، غنعطيوك ضمانات باش غتضرب على بلاصتك، ولكن ماشي كارونتي باش نديوك لا كوب دي موند. على جوج ماتشات غنشوفوا كي داير. فعلا جا لعب جوج ماتشات ديال ليكوادور الباراغواي، لحسن حظه كاينه غيابات كثيره. بان بحال اللي درت لكم في الحلقه واش بلا كذوب كيفاش بان لكم عيسى ديوب، بان باننا خصنا نلعبوا عيسى ديوب، وخاصه بان الولد خرج البارح بالموازاه مع الخرجه ديال بوعدي، قال انا مغربي ما تبقاش تجبدوا لي السنغال. اذا هنا سالينا ثلاثه الجنسيات، رغم انني كنت كنقول لكم كبر و29 عام وحتى شاب عاد داوه الكتاب بحال اللي يكونوا يقول البعض، وهذه دابا حنا محتاجين ليه. ودار بانه مغربي، وشفنا كيفاش ضارب مع بونو في ذاك الماتش ديال ليكوادور، باغي يقنعنا بانه معنا. حيدنا هذه القصه هذه. تلاقاو في نفس النهار مع اللاعب بوعدي وباو هذه. القجاع تياكد لبوعدي كمسؤول جامعي ما بغاش يبرز بانه بمجرد مشى الركراكي غنخسر. من ناحيه الهيبه ومن ناحيه المكانه ديال القجاع كرئيس جامعه، ما بغاش يبان بانني واحد اللاعب كان غيجي يلعب ليا في المايوت ليكيب ناسيونال. مشى ليا ما يمشي. قال لي بان البروجي ديال ليكيب ناسيونال ما كيتبناش على مدرب، كيتبنى على مصلحه ديال الفريق الوطني ومستقبل. وهذا الوليد هذا راه كنشوفوا فيه واحد من لي بيلي، واحد من الاركان اللي غيتبنى عليها الاساس ديال الفريق الوطني. واستحضر ليه، قال له شوف العناوي كيفاش وصل والمكانه العناوي دابا، وراه غتشوفوا غادي يجي يلعب فلونس. وشنو غيحدث فعلا؟ غيمشي يلعب العناوي فلونس، الفرقه ديالو القديمه في التيران، وغيماركي في نفس الاخر، والجمهور احتضنوا، والصحافه المحليه ديال لونس جعلت منه بطل ديال المدينه. مزيان تبعوا معايا. وعطاه الصوره ديال ابراهيم دياز الاحتضان، وجات زمنت هذه الاحداث مع هذه الاحداث اللي غتوقع لاحقا مع لامين يامال. هي ما كانش داك الساعه مازال ما وقعوش لي سيفلي على لامين، وهذه كاينه مجموعه من الاحداث اللعابه اللي بيناسيونو اللي اختاروا بعض البلدان ديال المهجر وشدوا ملاحوهم، جابوا مصوا منهم داك الشيء ولاحوهم. هذا المعطى دخل في التفاوض. المعطى الثاني تاكد ليه محمد وهبي كناخب وطني، كان حسين التعامل مع الوليدات الصغار، مع الزابيري، مع عماه، مع جاسيم، مع باعوف، مع وليدات الصغار اللي جايين، هو الطالبي تا هو في نص العمر، مع بلال الخنوس، مع السيباري، هادو كلهم صغار. فانا كنشوف بك بانك كتشكل لي واحد النواه ديال هذا المنتخب وديال الالعاب الاولمبيه وديال 2030 بمشيئه السميع العليم. ايضا غنعطيوك ضمانات باش تكون مع ليكيب ناسيونال باش تمشي لكاس العالم. ماشي السيبه، حنا تايقين فيك. دابا كنستدل الجمهور المغربي الحوار اللي دار، ولكن بغيناك تمشي. غيقول لي بوعدي وباه والمحيط وهذه، الله يجازيكم بخير، اقتنعنا في الطرح. ديوب جا خشى لقى الصباط وهذه وحزم على السيور. بوعدي قال لهم ودي سمحوا لنا، راه غادي نتكونفوكا مع المنتخب ديال لو 21 وغنمشيو، ولكن ما ديروش منا قله الصواب، خليونا راه غادي نعلن الموقف ديالي، لانه صوب لا كارت ناسيونال ديالو مغربيه. الاجراءات ديال جواز السفر حبسها، حيت سينو كون دار جواز السفر غادي يعيقوا به الفرنساويين. جا
عطلوا لي شويه شهر 5 وانا معكم. علاش؟ واش حنا دابا كنطرح مع الجمهور المغربي واش حنا غيتلعب بينا اللعب؟ لا، كيقول لك الغايه تبرر الوسيله، وين رابح رابح. فما بغاش القجع يكون صارم ويقول له ما تطلعش في الباطو دابا الله يعاونك. ومحمد وهبي ما طلعش دابا. جا محمد وهبي في الندوه الصحفيه مور الماتش ديال ليكوادور سولوه، قال لهم الموقف ديالي باقي متفائل بان داك الوليد غيجي ليكيب ناسيونال، غادي يلعب هذا الولد وغادي يدير وغادي يجي يدير الشون. غيهضر مور الماتش ديال فرنسا والكروات، غيسولو غيقول لهم انا ما تنتصلش به، ولكن كاين داك غاليتي وكاين مسؤولين اخرين، واحد اخر ما عرف شكون المدرب ديال اقل من 21 راني كلفته. انا راه هذا هو الاختلاف اللي كاين ما بين الفرنساويين والصباليونيين. الصباليون يقدروا دابا داكشي مع بوخان كيركيتش يديروها مع الحدادي، يديروها مع كوستا، يجيبوه يلعبوه يسكروه ويسوسوه. الفرنساويين باقيين شويه دغري. قال له انا ما عندوش مكانه حاليا باش يلعب في هذا الوقت، وما غنعطيش ضمانات باش يلعب مع المنتخب ديال التريكولور. كتعرفوا اوليزي وشوفوا ورجع كونتي اللاعب اللي كان في اتحاد جده ومشى للنادي فينيرباتشي، وعنده الوسط بلان عامر تشواميني، وعنده ديزيري دوي واخا ديزيري عنده البوست عامر. المنتخب ديال فرنسا الوسط الهجومي والهجوم هذاك الشيء ما يمكنش. باركولا مع دوي مع عثمان ديمبيلي مع مبابي مع اوليزي الظاهره اللي كاين حاليا مع البايرن ميونخ، فرقه ديال الهبال. بلا ما نقول لك كامافينغا وتشواميني هادو قيله ما يلعبوش معاه، ما يمكنلوش يلعب. فكيقولوا بانه كنشوفوا البروفيل من بعد. اللي غادي يدخل هنا على الخط هو زين الدين زيدان. زين الدين زيدان دابا غيمشي غيدرب التريكولور، خصو يجيب شي حاجه في يديه، لانه دي شون ما عاونوش، لان دي شون غيلعب بليفيكتيف اللي غيسالي بها لاكوب دي مون الثالث على التوالي وغيمشي بحالو. فالكواليس اكدت بان زيدان اللي عنده شوفه داز من لاكاستيا لا فابريكات مدريد، عنده دي كونتاكت مع دري صغار، بغى يجيب في يديه، كيقول له جاي وجيب شي حاجه في يديك، بغى يجيب بوعدي. كاين دي كونتاكت عن طريق مقربين من زيدان باش بوعدي يلعب. واش بوعدي غيمشي مع المسوقر اللي هو وهبي واللي هو رئيس الجامعه اللي هضر معاه شخصيا ويطلع في الباطو يمشي لكاس العالم، ولا يتسنى الخوال الخاوي وزيدان تيجي مور لاكوب دي موند ويعاد يلعب في لاكوب دي موند؟ حنا عاطينو كاس العالم يلعب، فرنسا ما عاطيهش كاس العالم. اذا هنا باش نقول لكم جا التيف وقال لهم بانني ما زلت لم اقرر وابقى في المنطقه الرماديه. غير هذه الخرجه ديال بوعدي كتعاود تاكد لكم بحال اللي تحريت بان الولد اختار ليكيب ناسيونال، وبان الصحافه الفرنسيه بغات تحرجوا وبغات تجيبوا قدام وسائل الاعلام الفرنسيه وتقول لي كذا ويقول لهم صافي غنلعب مع فرنسا. الولد غيجونغلي غادي يخرج من الليل في شهر 5. المعطى اللي عندي غيديرها عن طريق غادي يبوستيها في ستوريك في صفحته الخاصه بانه غيختار ليكيب ناسيونال. ما غيبقى والو تسالي الليغ سال الموسم غيسري. كاين حديث عليه من الارسنال ومن انديه انجليزيه بانه غيقلع خاصه حتى البلوز وحتى نادي ايضا ديال دورتموند اللي كيراقبه هو عبد الحميد ايت بودلال. تيقا ولا ما تيقاش؟ هذاك ايت بودلال راه مراقب من نادي دورتموند الالماني، والولد مزيان معارين. عنده واحد العقده غادي نحاولوا نشوفوا كيفاش نحالوها. ما يمكنش هذا الولد يعني على مستوى لا مورفولوجي ديال باقي صغير وبدي لا كارير ديالو مع ايكيب بحال رين وما كيلعبش في ليكيب ناسيونال. نحاولوا نتعاونوا معاه خاصه محتاجين له. الخلاصه بوعدي مع ليكيب ناسيونال، لان القجا هضر معاه قال له انا عطيت الكلمه للمغاربه وقلت لهم راك بوعدي مع المغرب، الا غتخوي بيا غنخرج نقول لهم راك خويتي بيا. حنا ايضا الا ما جاش ليكيب ناسيونال غنحاولوا نخرجوا نقولوا للجمهور الكريم. الخلاصه بوعدي مع العيناوي مع المرابط صعبت بزاف، عاد غنوليو نفكروا في حريمات والمرابط وعاد نفكروا في تيرغالين. البوست اللي كان فيه خصاص ولاو فيه الرقيقيين اللي كيحيدوا الكحل من العين. نعاود ناكدها لكم، العيناوي بوعدي والمرابط، المرابط سمير ديال لازاس، تريو ديال النفس، تريو اللي غادي يحلم به كل مدرب في العالم وغيكون محظوظ السي محمد وهبي باش يكونوا عنده هاد الثلاثه. عاد نفكروا في لي رومبلاسون يا حريمات يا نور سفيان المرابط يا تيرغالي اللي غيجي في مرتبه متاخره. بقيناش كنهضروا على اللوزه هذه. بالتالي الخوت نتمنوا تكونوا تقبلتوا هاد الطرح وتقولوا واش واقفين ولا ما واقفينش عليه. انا عطيتكم صحاب الحال كيفاش خدامين، مادام هم امنين بالطرح، مادام هو مسلم، مادام تيجونغلي غنخليوه يجونغلي. واش يجي ويطلع في الباطو الا كان كفاءه وبان بانه فريمون بارمي المواهب اللي تيقولوا في كاس العالم خصها تشاف، غادي يطلع لاعب رقيقي ديال النفس. النهار يتخلى على المنطقه الرماديه ويدخل عندنا المايو الاحمر وما يبقاش في الروج فرنساوي فريا يولي مع السبوعه غادي نكبروا به وغنديروا فيه الشعر. هذا هو الموقف ديالي وهذا هو التوضيح في هذه الصوره الكامله لهذا اللاعب اللي كنقول لكم بانه سيكون مع الاسود في العرين. الى اللقاء في حلقه مقبله بمشيئه الله تعالى.